السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه وسنة سعيدة عليكم يا رب. دايما في احسن حال وسنة جديدة. المفروض بنبدأ سنة جديدة وبنقول يعني ربنا يكرم في السنة الجديدة وكل اللي محققش حاجة حققها وان الحال يتصلح في حاجات كتير الا ليفربول. ليفربول لازم ينكد علينا ولازم يكمل بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة وبنفس الأداء وبنفس المشاكل، بنفس كل حاجة، طول ما في مدرب هو بنفس أفكاره بنفس كل حاجة أخطائه. مفيش أي تجديد، الإدارة صابرة عليه مش عارف ليه. نفس كل حاجة هي يعني ما تحسش إن في أي حاجة اختلفت ما بين 25 وما بين 26 اللي إحنا دخلنا عليها في أول يوم. فهو بيقول لك أنتم كنتم متعشمين حاجة جديدة تحصل، أنتم متخيل إن ممكن في تغيير يحصل؟ مستحيل. التغيير اللي حصل الوحيد اللي إحنا مشينا مدرب الكرات الثابتة، اللي هو أصلا أنا مش عارف إزاي كان عندنا مدرب كرات ثابتة وإحنا بيدخل فينا كل الأجوال دي وما بنجيبش جوال من كرات ثابتة. فدي الحاجة الوحيدة اللي اتغيّرت ما بين 25 و26، ولكن غير كده ما فيش حاجة. ليفربول هو. عارف أنت، هو على رأي سعيد صالح الله يرحمه أمّا كان بيسأله في مسرحية العيال كبرت، فبيقول له: "إيه اللي حصل؟" قال له: "النسخة طبق الأصل من العلقة اللي فاتت." هي بالضبط. 25 زي 26، ليفربول في 25 هو ليفربول في 26. ليفربول في المنظومة اللي بيلعب بيها أرني سلوت خلال الفترات اللي فاتت هي. طبعًا الناس كلّها كانت قبل كده بتتكلّم وبتقول لك يعني أصل يا جماعة لسه اللعيبة ما اتولّفتش على بعض، أصل في لعيبة لسه ما دخلتش في المنظومة، أصل فيرتس محتاج بس إن هو يتضبّط علشان تقدر مش عارف إيه. فيرتس ده أنا من أول يوم وأنا مش مقتنع بيه، باقولها أهو صراحةً وهاقولها على العلن تاني. أنا مش مقتنع بفيرتس ده أصلًا كصفقة ناجحة لليفربول، أنا مش مقتنع بده تمامًا. أنا شايف إن الصفقة دي صفقة فاشلة وجات بمبلغ كبير وليفربول عايز ينجّحها بأي سبب علشان خاطر ما يبانش إن هو فشل في صفقة فاشلة. تمام كده؟ لعيب لا هو قوي بدنيًا ولا هو سريع، ولا هو عنده قرارات سريعة بيقدر ياخدها ولا أي حاجة خالص. ما عندوش يعني لعيب ما بيعرفش يلعب في أكتر من مركز، على عكس سوبوسلاي مثلًا. سوبوسلاي عنده القوة، عنده السرعة، عنده الشوط، يقدر يلعب في أكتر من مركز، يقدر يلعب في نُص الملعب، يقدر يلعب باك رايت، أحيانًا ممكن يلعب wing رايت، أحيانًا بيلعب wing left يعني بيلعب ممكن 8 يلعب 6، عنده تنوُّع. فيرتس ما بيعرفش يلعب غير 10 يا جماعة. يا جماعة ما تقرفونيش، ما توجعوش دماغي. أنا متّفق مع ليفربول إن أنا جاي ألعب رقم 10، هتلعبوني 10 تمام كان بها. مش هتلعبوني 10 ما توجعوش دماغي بقى وتلعبوني بقى مرّة على الطرف، ومرّة تحت مش عارف مهاجم وهمي، ومرّة إيه، ما أنا ما باعرفش ألعب غير هو 10. ده فيرتس أبو 100.000.000. تمام كده؟ أدي اللاعب اللي إحنا جايبينه ب100.000.000. واللاعب اللي إحنا جايبينه باك رايت علشان يسد مكانة أرنولد، بنلاعبه وينج رايت علشان يعمل إيه، علشان ما بيعملش حاجة غير إن هو يجري الجرية دي ويعمل over بس كده. عنده سرعة. طب القرارات بعد السرعة، الfinishing بتاعك، الكرة لمّا تعدّي بيها هتعمل إيه؟ أهو أنا بالعبها بالعرض. بس ده اللي أنا باعمله. برادلي كويس دفاعيًا، هجوميًا على الله إن شاء الله، على الله إن شاء الله وإحنا عارفين كده من زمان. فالجبهة اليمين دي أصلًا ميتة، في حين إن إحنا عندنا كالفين رمزي برّه لاعب فيه من مواصفات أرنولد، وعشان كده كلوب كان جابه. لإنه فيه من نفس مواصفات أرنولد، هو كان عايز يلعب نفس الbackup بتاع أرنولد يبقى بنفس المواصفات، بنفس السيستم، بنفس المنظومة، بحيث إن لو في يوم هو ريّح أرنولد يقدر يلاعب كالفين رمزي. ولكن كانت عنده مشكلة دايمًا في إصاباته في الضهر، ولكن الحمد لله خلصت لإن هو كان صغير. كنا جايبينه 18 سنة أو 19 سنة، هو كبر دلوقتي بقى عنده 21 سنة، 22 سنة، عضلاته كبرت. وعلى فكرة الكلام ده اللي كان بيقوله يورجن كلوب أنا مش باتريق، أنا باتكلم بجد. فأنت عندك لاعب زي ده، ما تبدأ بيه يا عم باك رايت، ولعبه لمّا تبقى صلاح موجود هيحرّر صلاح زي ما كان أرنولد بيعمل. لكن لأ، في سباك واقف برّه اسمه أرني سلوت، هو مقتنع إن اللي أنا باعمله ده صح، وإن المشكلة كانت في محمد صلاح.
فأنا دلوقتي هالاعب 2 باك رايت منهم واحد بيلعب فول باك زي فريمبونج، هالاعبه مكان صلاح يلعب هو الوينج ووراه برادلي، والناحية التانية هابقى باغيّر بقى مرّة ما بين كيركيز ومرّة ما بين روبرتسون وبتاع، وإحنا بقى بنجرّب وبندينا بنشوف. وفيرتس أنا هانقله ألاعبه ناحية الشمال هيلعب وينج ليفت مكان كودي خاكبو، واعتمد على اكيتيكي بس. ده اللي احنا هنعمله. وطبعا بقى ايه الزحمه الكتير بقى اللي في نص الملعب، نلعب ارمي بقى جرافنبرخ مره مع سوبوسلاي مع كيرتي جونز، ارمي مره كيرتي جونز وسوبوسلاي وماكاليستر، ارمي مره سوبوسلاي وماكاليستر وجرافنبرخ. يعني المهم اتشقلبوا بقى، يعني فاهم اهو انا حطيت التشكيل بس. كل واحد بقى ايه يتحرك بقى، انا مش عايز بقى ايه ثبات في المراكز، كله ايه يلف طوفوا بقى طوفوا في الملعب. وده اللي ليفربول كان بيعمله النهارده. انا مش باتريق على فكره ولا باقول نكت، انا باتكلم بجد. ده المستوى اللي انت كنت بتتكلم فيه النهارده على ليفربول، هو الماتش ما فيهوش اي حاجه غير اللي انا قلته ده على فكره. ماتش عباره عن ان ليفربول مستحوذ 70%. تمام. الناس لما تشوف على الاحصائيات تقول لك ده ليفربول ايه ده 70%، يا نهار ابيض. 70%، بس عارفين ال 70% دول ايه؟ كرة من كوناتي لفان دايك، فان دايك روبرتسون، روبرتسون كيركيز سوري روبرتسون كيرتيس جونز، كيرتيس جونز فيرتس، فيرتس ارجع لسوبوسلاي، سوبوسلاي ودي الناحية التانية لفريمبونج، فريمبونج ارجع لبرادلي، برادلي ارجع لكوناتي، كوناتي ارجع لاليسون، وهكذا. ده اللي احنا بنعمله. الشوط الاولاني كله احنا بنعمل كده. مفيش غير هي الكرة الوحيدة اللي اتلعبت خدها فريمبونج لعبها بالعرض وكيتيكي حطها بطريقة غريبة. ادي الكرة اللي في الماتش كله في الشوط الاول، ادي 45 دقيقة، وباقي ال 45 دقيقة احنا عمالين بنعمل اللي احنا بنعمله ده. ليفربول قاعد بيعمل اللي احنا بنعمله، اللي انا كنت باقوله ده، عمال بيدور الكرة كده بس كده. ادي ده 45 دقيقة كده في اللاشيء. في اللاشيء، لعب بطيء جدًا، رتم بطيء جدًا، منظومة مش مفهوم فيها أي حاجة، حركية في المراكز بلا شيء، بلا شيء، والله ما في حاجة تاني. أنتم عارفين expected goals إيه يا جماعة النهارده ليفربول؟ عارفين الexpected goals النهارده كام؟ 0.8، 8/10. ده 8/10 دي جات في الشوط التاني لمّا اتشاطت الكرة بتاعة سوبوسلاي اللي الجون صدّها في الدقيقة 72. دي أول كرة على فكرة نشوطها ما بين العارضة والقائمين النهارده، وهي الكرة الأخيرة ما فيش بعديها تاني. كرة تانية اتلعبت ما بين كورنر اللي حطّها فان دايك برّه، بس دي يعني هم مش حسبوها يعني. فهو في الآخر طلع إن ليفربول 3 أو 4 حاجة كده. دي كان سواء الشوط الأول أو التاني، الشوط on target كان 4 أو 3 حاجة كده يعني. منهم بقى الكورة بتاعة فريمبونج وإيكيتيكي، ومنهم الكورة بتاعة في سوبوسلاي، ومنهم الكورة بتاعة فان دايك في الآخر. أدي ال3 كور أو ال4 كور. في كورة تانية ممكن مش فاكر يعني، لمّا فعلًا ما كانش في حاجة يعني عشان تفتكرها. أدي كل اللي في الماتش، ولا أي حاجة تاني بقى. الشوط التاني نفس الكلام، بنلف وندور حوالين بعض وفاهم عمالين بندوّر الكورة بلا شيء، بلا هدف. بلا هدف. ده هم جات لهم كورة ضربوا بيها الخطوط وراحوا حطوها جول دي. هي offside، بس دي لو ما كانتش offside اتلعبت في كده. أنت الريتم بتاعك بطيء جدًا، وده اللي أنا كنت دايمًا باقوله في مقارنة سلوت أول ما جه السنة اللي فاتت مع يورجن كلوب. واللي اتفرج على الفيديوهات يرجع يتفرج عليها، هيلاقيني إن أنا كنت دايمًا باتكلم على إن إحنا بنحضّر الكورة كتير ورتم اللعب بطيء جدًا، جدًا، جدًا. ده ممكن كان ينفع السنة اللي فاتت مع الفرق لإن لسه مش عارفاك، فبيقولوا إن هم يبدأوا يضغطوا عليك فأنت تسحبهم وتبدأ تمرّر وتروح. كمان الفريق السنة اللي فاتت كان ما زال محافظ على نفس الطريقة بتاعة اللعب بتاعة يورجن كلوب، كان mix ما بين الطريقة اللي هو ندوّر اللعب more control، وفي نفس الوقت الgegen press بتاع يورجن كلوب. لكن السنة دي إحنا ما بقيناش نعمل حاجة غير إن إحنا بندوّر الكورة بس، لكن ما فيش أي حاجة تاني. ما فيش أي حاجة تانية يا جماعة. الراجل ده ما عندوش أفكار. الراجل ده النهارده بيلعب ب4 full backs. أنتم متخيلين؟ بيلعب بكركيز وروبرتسون، برادلي، فريمبونج، وبعد كده قام مغيّر وقام منزّل دومينيك سوبوسلاي ملاعبه كباك خامس. 5 باك في الماتش. كنت باتفرّج على التحليل بعد الماتش، كلام يعني اللقاءات وكده الinterviews، وكان ما بين مايكل أوين وستيف ماكمانامان وهُم بيحلّلوا في قناة سكاي.
قال يعني أنا ما باحبش مايكل أوين أصلًا، لإني باشوفه إن هو خاين، إن الراجل عمل نفس اللي عمله أرنولد بالضبط، وساب ليفربول وراح ريال مدريد، فضل قاعد سنة على الدكة ومشّوه، وأرنولد بيعاني من نفس الموضوع وريال مدريد عايز يمشّيه، نفس التِبِكة، وبعد كده قام رايح لعب في اليونايتد والقصة اللي إحنا عارفينها دي كلّها. بس قال كلمة منطقية جدًا، قال لك الناس اللي كانت بتلوم وبتقول لك إن صلاح لازم يمشي وإن ليفربول من غير صلاح لازم يبقى أحسن لإن صلاح ما بيدافعش، طَب يا جماعة أدي ليفربول من غير صلاح، أدي ليفربول فعلًا من غير صلاح، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم يا جماعة ليفربول من غير صلاح، إيه رأيكم؟ ستيف ماكمانامان قال نفس الكلام، قال: "يا جماعة ما فيش أي حد عنده القدرة إن هو يخترق ويصنع لك فرق غير صلاح." ودي حقيقة. دي حقيقة فعلًا، أنت الماتشات اللي كنت بتكسبها قبل كده يعني بدوع الوالدين، ده أنت لعبت توتنهام في ملعبه وهُم 9 لعيبة مش يعني مش مش 10 بقى 9 وكانوا هاجمين عليك وكانوا هيحطّوا فيك الجول التعادل، يعني أنت زيادة عليهم ب2 لعيبة وكانوا هيتعادلوا معاك. الماتش اللي فات وولفرهامبتون في الدوري كلّه ما جمعش غير نقطتين من تعادلين وخسر الباقي كلّه، وأنت كنت بتلعب في ملعبك وكانوا هيتعادلوا عليك. ومشيت معاكم الحمد لله بالبركة، الحمد لله كسبنا. منطقي جدًا إن ده يبقى النتيجة يا جماعة، ما هو المشكلة مش في اللعيبة، المشكلة في إن في واحد أشارجي مرور واقف برّه ما بيعرفش يدرّب، هو ما بيعرفش يدرّب، هي إمكانياته إن هو مش مدرب، هو مش مدرب، هي مشيت معاه، بس هو مش مدرب، فدي لازم تبقى النتيجة. تشيلسي أقال إنزو ماريسكا. إنزو ماريسكا اللي خد كاس عالم الأندية وكسب باريس سان جيرمان وعمل عليهم ماتش حكاية ولويس إنريكي طلع بقى هيشد في شعره بعد الماتش ده عشان ماتشين اتعادل فيهم وماتش خسر باين أو حاجة زي كده، تم إقالته. ليه؟ الناس بتقول لك: "لأ يا باشا أنا مش هافضل صابر على مدرب بالمستوى ده." دي الناس اللي بتفهم اللي هي عايزة تبقى فرقها تتطور وعايزة إن أنا مش هادّي المدرب فرص كتير، في وقت لازم أقف معاه، لكن إحنا لأ، إحنا مكمّلين. أقلنا مدرب الكرات الثابتة اللي هو ما لوش أي لازمة أصلًا وسايبين الأشارجي اللي واقف لسه على الخط ده زي ما هو، ما عندوش خطة، ما عندوش فكر، ما عندوش تكتيك، ما عندوش أي حاجة خالص. طلّع فيرتس وكيرتيس جونز وقام منزّل ماكاليستر وخاجبه، وبرضه هو خاجبه ما بيعملش غير نفس الحركة، هاقطم واشوط، تيجي بقى في ضهر اللاعب، في وشه، في بطنه، في قفاه، في أي حتة يعني كده. طب يا ابني ما تلاعب بريون جامو، يا ابني يا حبيبي طب ما أنت من الأول ما تنزل بكيزا ناحية اليمين وخلّي وراه فريمبونج، اعمل جبهة فيها 2 سرعات، لأ. أنا هاحط الاتنين باك رايت ألاعبهم في نفس الجهة دي، أنا مقتنع إن فريمبونج بيلعب wing رايت بس بمواصفات الباك الfull باك، يعني هو قريب أكتر إن هو يبقى wing أكتر من هو يبقى باك، فأنا هالاعبه كده أساسي، تحس إن في عنده في تعنت هو كده يا جماعة، في لعيبة هتلعب يعني هتلعب، دي شرط أساسي، فيرتس حلو وِحِش هيلعب. خَدْبو حلو وِحِش هيلعب، إيزاك حلو وِحِش هيلعب، فان دايك حلو وِحِش هيلعب، جرافنبرخ حلو وِحِش هيلعب، هو كده، ما توجعوش دماغي، هو أنا هاعمل كده، مش ممكن، مش ممكن تبقى ده الفريق بتاع ليفربول، ممكن يبقى في ناس لسه أعمارها صغيرة بتتفرّج على ليفربول من أيام يورجن كلوب أو من فترة حقبة يورجن كلوب، بس أنا واحد يا جماعة باتفرّج على ليفربول من التسعينات، يعني أنا راجل كبير في الأربعينات، فباتفرّج على ليفربول من التسعينات. أنا عمري ما شُفت أداء سيء ولا مستوى سيء و و وموسم سيء زي اللي إحنا بنشوفه النهارده ده، مع كل الكوارث اللي كانت قبل كده، مع روي هودسون ومع براندon روجرز ومع جيرارد أولييه ومع رافائيل بينيتس في أوقات لمّا طلعنا سابع في الدوري والّا تامن وبس كسبنا الChampions League في السنة دي قدّام ميلان في 2005 وده أهّلنا إن إحنا بعديها السنة اللي بعديها نطلع Champions League لإن إحنا كنا برّه كل البطولات، أنا شُفت كل المشاكل. شُفت حتى في أسوأ لحظاتنا لمّا كنا مع كيني دالجلش، لمّا كان بيدرّبنا في التسعينات، شُفت كل حاجة، أنا عمري ما شُفت سوء بالمنظر ده، يا جماعة ده أنا شُفت لعيبة زي شيلفي شي آدمز ومامادو سوكو شُفت لعيبة أقسم بالله العظيم 3 أنا ما أعرف دخلت النادي إزاي، بس اللعيبة دي بكل السوء ده أحسن من اللي بيعملوا البَقْف اللي موجود معانا النهارده.
أنا خلاص وصلت لمرحلة إن أنا مش قادر، وكل اللي كان بيتكلم يقول لك أصل صلاح هو المشكلة، إيه رأيكم يا جماعة ليفربول من غير صلاح إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في المستوى الجميل اللي إحنا بنلعبه؟ إيه رأيكم في الكورة الممتعة اللي إحنا بنعملها؟ إيه رأيكم في الهجوم الكاسح اللي إحنا فيه؟ إيه رأيكم في الدفاع المنظم اللي إحنا فيه؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في كل اللي إحنا فيه ده؟ بجد بقت خلاص أنت متكرر، الكلام بقى هو، كلام هو، الرتابة أداء مُمِل، أداء عقيم، عُقم تهديفي، عُقم فكري، عُقم تكتيكي، عُقم في كل الخطوط، اللعيبة حتى مستواها بقى سيء بسبب التكتيك. وفي نقطة قبل ما أختم لإن خلاص ما فيش مش عايز أطوّل أكتر من كده، من الملاحظ على الراجل ده أو من طريقة تدريبه إن اللياقة البدنية بتاعة ليفربول دايمًا ما بتستحملش إن تلعب ماتش 90 دقيقة، فأنت بتلعب شوط وشوط لأ، وده مُلاحظ على الراجل ودي مشكلة في التدريبات، إن الراجل ده عنده مشكلة إن اللعيبة ما بتقدرش تلعب 90 دقيقة، وليفربول عمره ما كان كده. تحت قيادة أرني سلوت ليفربول ما بيلعبش 90 دقيقة، ليفربول بيلعب شوط واحد بس، حتى السنة اللي فاتت كنا بنلعب شوط واحد بس. ليفربول عنده مشكلة في التكتيك اللياقي البدني بتاع ليفربول أو المُعِد البدني اللي موجود في ليفربول أو بالطريقة اللي هو بيستخدمها أو أيًا كان، لأ، دي كارثة كبيرة تانية بدأت تبان، ومع الأيام القادمة هتشوفوا اللي أنا باقول عليه ده بسبب الانهيار البدني بتاعة اللعيبة، عشان كده أنت دايمًا في شوط ضايع منك. 45 دقيقة في اللاشيء، في الحمُّصي، لإن أنت ما بتقدّمش أي كورة بسبب اللياقة البدنية. أتمنى أصحى الصبح ألاقي إن تم إقالة أرني سلوت، لإن خلاص يا جماعة هاتوا أي حد، والله العظيم هاتوا أي حد، أي بني آدم يكمّل الموسم، مش مشكلة، أي حد إلا ده، لإن خلاص هي باينة خلاص. أتمنى إن ليفربول يبقى عندها من القدرة ومن الشجاعة إن هي تعمل كده، تقيل أرني سلوت وتجيب أي حد تاني غيره. يمسك الفريق خلال الفترة الجاية، لإن كده إحنا مش أنت مش هتشوف أي حاجة خالص، ولسه فضايح بقى Champions League، ده إحنا هنتركب ركبة حلوة من أرسنال لو بنلعب بالمستوى ده بعد كام أسبوع، كده صلاح مش هيبقى موجود أصلًا، فهنتركب ركبة محترمة يعني. ربنا يستر، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتقول لي إيه رأيك في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.